على ذكر الغاز اللي ما يعلم به الا ربنا، من حوالي اسبوع يمكن في تقرير صدر من عدد من الجهات وموقع من مجموعه من الاطباء والمتخصصين في مجالات مختلفه، وبعد اجراء مجموعه من التحاليل. التقرير ده وصف الغاز اللي تم اطلاقه على المتظاهرين بحرب اباده. ومن ساعة ما ظهر التقرير ده ونشره مركز النديم على صفحته الرسمية، وفي حالة من التعتيم عليه لدرجة أنه الوصول لأي من الدكاترة أو العلماء الموقعين عليه كان أشبه بالمستحيل، لحد ما ظهر فيديو على بوابة الوفد الإلكترونية من مشرحة زينهم لعدد من الشهداء اللي على ما يبدو أنهم استشهدوا تحت تأثير الغاز. والحقيقة أنه الفيديو يعني شديد القسوة، وما أعتقدش أنه من حقنا نذيعه، هو موجود اللي عايز يبص عليه، لكن يعني هو فعلا شديد القسوة. لكن الفيديو ده مصحوب بتعليق صوتي من المفترض انه من الدكتور احمد معتز، عضو هيئة التدريس بالقصر العيني، وبيعدد فيه. والدكتور احمد معتز هو من ضمن الاطباء الموقعة على التقرير اللي سبق ذكره. وفي التعليق الصوتي ده بيعدد مجموعة من ما يبدو إنها حقائق مبنية على نتائج تحليلات لعينات من الجثث. أولا السؤال الأول، هل الصوت ده هو فعلا صوت الدكتور أحمد معتز، والحقائق اللي سردها دي مبنية على تحاليل ونتائج علمية ولا لا؟ ده اللي هنعرفه منه هو شخصيا. دكتور أحمد معتز عضو هيئة تدريس بكلية طب قصر العيني. مساء الخير يا دكتور. دكتور أحمد، يعني أولا هل الفيديو المصحوب بتعليق صوتي منسوب ليك فعلا يعني حقيقي؟ يعني التعليق ده صوت حضرتك والحقائق اللي وردت فيه ده على عهدتك؟ والله دي أمانة علمية طبعا بعرضها طبقا لفحوصات تمت للحالات كلها بالكامل. وعرفناها في 3 أو 4 دول مختلفة يعني. يعني احنا فحصنا العينات وخدنا تقرير الصفة التشريحية وبعتنا المركز هيرمان انترناشونال في هيوستن في ولاية تكساس، وبعتنا عينة لمستشفى عسكري في بنسلفانيا أكدت نفس طيب دكتور أحمد، معلش، انتم مين المجموعة اللي خدت على عاتقها المسؤولية دي؟ مجموعة من العلماء والأطباء والأساتذة في الغازات المنبعثة، ومجموعة من المصريين شافوا الشعب المصري بيقتل في حرب إبادة غير متكافئة. طيب مع شباب يعني لا يملك شيء سوى حنجرته أو قلبه يعني. طيب انتوا وصفتوا اللي حصل للمتظاهرين خاصة يعني فيما يخص إطلاق الغازات عليهم بأنه حرب إبادة، وفي الفيديو اللي أنا بتكلم عنه حضرتك بتذكر نسب. يا ريتك تعرضيه عشان الناس بس أقدر أشرح الفيديو أنا مش هقدر أعرض الفيديو يعني أصل لازم حضرتك الحيادية أو معايير الإعلام إنك بتوضحي القضية والضحايا. صحيح. حضرتك تخبي الضحايا دي جريمة في حد ذاتها. أنا الغرض جريمة حضرتك إنك تخفي قضية. لا اطلاقا. انا الغرض مش اخفاء القضيه ولا اخفاء الضحايا ولا اي حاجه، لكن هو في منتهى القسوه. انا بتتطلب منك انك بتعرضي صور الضحايا. صور الضحايا انا الود ودي يعني افضل حطاهم كده يعني على راسي من فوق، ويفضل الفيديو شغال طول ما انا شغاله دكتور. بس هي الفكره انه من ضمن المعايير الاخلاقيه للمهنه ربما يكون مش من حق، يعني ده موضوع غير محسوم. فالحقائق حضرتك هتوضحها بالارقام، وده المهم، بالارقام والتحاليل والمواد والمراكز اللي اتفضل. بس لازم الامانه الاعلاميه. اوعد حضرتك انه هنحسم الموضوع ده، واذا كان يعني لا يتناقض مع اخلاقيات المهنه ان احنا نعرض لقطات بالقسوه دي يعني لجثث شهداء. ده ابن ممكن ابنك يتعرض كده او بنتك، لان كل اللي موجودين في الصور دول ناس في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، اطباء. طيب يعني يمكن يكون قاسي على اهاليهم ان هم يعني تعرض صورهم بالشكل ده في وسائل الاعلام. يعني صدقني دي مساله يعني اخلاقيه هنحسمها يا دكتور. بس فانا هستسمح بس حضرتك في النسب اللي انتوا توصلتوا ليها ومعناها ايه. حضرتك الجماعه بتوع الجيش المصري او المجلس العسكري استخدم، احنا طبعا عندنا مستندات وتحاليل
من جهات مختلفة، مستندات دامغة معتمدة من جهات علمية خارج مصر وجوه مصر. حضرتك الاستخدامات اللي استخدموها، طبعا احنا اخر حاجة راسلنا احدى المنظمات الطبية في امريكا، ويليام وود، وبين لنا نوع الاسلحة التابعة للجيش الامريكي، وهي عبارة عن ذخائر حية نافذة التأثير واسلحة مهيجة زي الغازات وغازات القنابل، ومن ضمنها قذائف طبعا السي اس والسي ار والفي اكس والفي اكس والاي اكس والبي اكس، وكلها حاجات محرمه طبعا، مكتوب على جوات محظور استخدامها في المناطق السكنيه. استخدمتها الوحده 24 تقريبا حرب كيماويه تبع القوات المسلحه، وكانوا لابسين اقنعه. طب ما هو احنا تقريبا دي جت منين؟ يعني احنا حتى الان مش عارفين مين الجهه المسؤوله عن لا اطلاق اللي ضربها الغازات. حضرتك، احنا عندنا شريط هنعرضه حضرتك، ادهولنا ضابط محترم في الجيش المصري، بيصور الفظائع بتاعت اطلاق القذائف الافراد الكيماويه على الافراد الموجودين، وهنذيعه حضرتك. احنا عندنا 12 طيب شريط. لحين ما عرض يتم الشرايط طبعا، لحين ما يتم عرض الشرايط، خلينا في الحقائق العلميه اللي تم التوصل ليها. اولا يعني ايه نوع العينات اللي اتحللت؟ هواء ولا عينات من الجثث لا ولا حضرتك عينات من القنابل نفسها؟ الجثث، خدنا عينه من الجثث اللي مضروبه بالكيماوي، حللناها. اكدت المراكز المتخصصه في هيرمان انترناشونال في اليونايتد ستيتس اوف امريكا ان نوع الماده المستخدمه في القذيفه هو فوسفور مركز بنسبه 12%، بيعمل على حرق الجلد وتذويبه، وبها مواد مشبعه من الكلور، ودي قذائف حربيه بتستخدم مع الجيوش. وطبقا لقاعده البيانات التجاريه الامريكيه والعسكريه، حصلنا على 24 وثيقه من الجيش الامريكي تؤكد استلام القوات المسلحه هذا النوع من القذائف، وعدد القذائف في حدود 65 طن من هذه القذائف. وطبعا تم شحنها بميناء كلورينا الشماليه التابع للجيش الامريكي، ورقم الفاتوره موجود ورقم وثيقه الشحن. طيب دكتور احمد، المستندات لمنظمه العفو الدوليه لويليام وود، وهو طبعا راسل المسؤولين الامريكان، وانا راسلت الخارجيه الامريكيه وقلت يجب على الحكومه الامريكيه ان تتوقف عن شحن الاسلحه الفتاكه ضد الشعب المصري. المستندات والوثائق اللي معاكم ليه ما تمش نشرها لحد دلوقتي، وامتى هيتم نشرها؟ لا هي موجوده على المواقع الالكترونيه، والحكومه الامريكيه ردت علينا، وفي جواب بالانتهاكات والقتل اللي عمله المجلس العسكري، لان هم مجموعه قتله بدون بس ما نطلق اتهامات على الهواء. ده السؤال بقى اللي جاي، في اي اجراءات قانونيه هتاخدها المجموعه اللي قامت بالتحاليل دي وصلت للنتائج طبعا احنا عندنا 100 عضو في مجال القانون، في مجال الطبي، في مجال المعايير، احترام معايير استخدام الاسلحه، معايير السلوك الشرس اللي اتعامل بيه المجلس العسكري. ايه الاجراء القانوني؟ القانون طبقا لمعاهده عدم الاتجار بالاسلحه، لانه استخدم الانتهاكات بالفعل في القتل والاباده، وفي ماده تطالب باي واحد كمجرم حتى لو الجثث اتدفنت بعد 100 سنه، برضه المواد اللي فيها دي بتتحلل. طيب حتى لو قال الشهداء. وبالتالي فالاجراء القانوني هو بلاغ للنائب العام؟ يعني ايه طبيعه؟ لا النائب العام متواطئ، والطب الشرعي متواطئ، بيدفنوا الجثث بدون تقرير صفه تشريحيه، والكلام ده على مسؤوليتي. على مسؤوليتي، وهم هيتحاكموا مع نظام طنطاوي، سواء رئيس الطب الشرعي مش موجود حاليا، موجود في امريكا. وبالتالي عشان بما انه الحاجات، يعني بما انه كل الاتهامات دي على عهده حضرتك، وحضرتك بتؤكد انها على يعني عهده حضرتي وعلى بالمستندات، اعضاء الفريق ال100 فريق. ايه الاجراء القانوني اللي هيتخذ اذا ما كانش الاجراء القانوني؟ هنعمل معايير طبقا لمعايير اتفاقيه الامم المتحده، بنتقدم بشكوى لجهات بتحدد معاييرهم وانتهاكاتهم والجرائم اللي ارتكبوها، سواء من قتل بقنابل خاصه بجيوش، او ادوات فتاكه او غير مستخدمه في الاغراض العسكريه،
طيب. الاغراض طبعا هيتم رفع عليهم دعوة في بلجيكا وفي دول الاتحاد الاوروبي عشان يبقوا مطاردين مدى حياتهم، لانهم قتلوا بشر ابرياء. طيب انا بشكرك جريمة قتل ابادة ويتحمل نتيجتها عنان وطنطاوي. طيب لانه هذا هو جزء من النظام. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد معتز، عضو هيئه التدريس بكليه الطب القصر العيني، وعضو في مجموعه من الاطباء والعلماء المتخصصين في اكثر من مجال، واللي توصلوا على عهدته سواء من خلال التحاليل العلميه لعينات من الجثث او للقنابل لحقائق برضو على عهدته موثقه بالمستندات، وبناء عليها هيتم اتخاذ إجراء قانوني. وحتى تصلنا المستندات والوثائق دي كل ما ذكر هو بالتأكيد على عهدة الدكتور أحمد معتز والمجموعة اللي هو مشارك فيها. واحنا هنتابع بالتأكيد الموضوع ده سواء فيما يخص الشق القانوني أو فيما يخص الشق الطبي والصحي، لأنه إذا ثبتت الحقائق دي فمن المؤكد أنه مش بس اللي استشهدوا هم المتضررين، بالتأكيد اللي ما زالوا على قيد الحياة وانكتب لهم عمر جديد ربما يكون في آثار جانبية هتظهر عليهم فيما بعد.